باشمهندسين من قناة سينتكس لاب. إن شاء الله النهاردة معانا تاني فيديو في كورس الجافا. إن شاء الله النهاردة هنتعلم مع بعض أول حاجة البيزكس بتاع البروجرامينج، وهي البرنت أو الطباعة في البرمجة، وهنعرف الفرق ما بين النمبر والتكست، لأن دي حاجات لازم نكون فاهمينها كويس أوي في البرنت، لأن الحاجات دي هتنفعنا بعد كده. وبس يلا ندخل في الشرح على طول. تعالوا نشوف الأول إزاي بنكتب الأمر بتاع الطباعة في الجافا. هتكتب system.out.print، تعمل قوسين وسيمي كولون في الاخر. ده كده امر الطباعه. اللي انت بتحطه جوه القوسين دول هو اللي هيطبع، وهوريك بعد شويه ازاي. لكن خليني اوريك الفرق ما بين حاجتين، ما بين الامر ده والامر التاني اللي هو system.out.println. هتقولي ايه الفرق ما بين الاتنين؟ ما هما الاتنين زي بعض، بس الفرق كلمه لين. اللي فوق دي ما بتنزلش سطر، اللي تحت بتنزل سطر. تقولي انا مش فاهم منك حاجه، اقول لك ايه ده تفهم كل حاجه. تعالى نشوف برنت الاول. نمسح الامر ده كده، تعالى نشوف برنت الاول. انا هكتب جواها syntax lab وهعمل رن. اول ما هعمل رن بيعمل بيلد، يجيب لي syntax lab. هو ده امر الطباعه، بيكتب كلام بس ما بيعملش حاجه تانية. طيب تعالى نيجي نكتب تحتيها نفس السطر system.out.print. تعالى نكتب تيم مثلا. تعالى نعمل رن كده ونشوف هيعمل ايه. هتلاقي ان تيم جات جنب syntax lab. طب تعالى نعمل هنا كده مسافه، نعمل رن تاني مش تبقى اوضح. تلاقي تيم جات جنب كلمة syntax lab. ده أول حاجة اللي هي البرنت. تعال نشوف لو زودنا هنا ال ان ايه اللي هيحصل. نعمل رن تلاقي طبع لك syntax lab، بعد كده نزل سطر وكتب تيم. هو ده الفرق ما بين البرنتلين والبرنت. البرنتلين بينزل سطر، البرنت بيكمل على نفس السطر. كل الحاجات اللي انت مش فاهمها دلوقتي متقلقش هتفهمها بعد كده، بس ركز معايا في اللي بيتقال. احنا دلوقتي عرفنا الفرق ما بين البرنت العادية والبرنتلين. طيب تعالى نشوف الفرق ما بين التكست والنمبر، بعد كده نرجع تاني للبرنت. اولا قبل ما اشرح الفرق ما بين التكست والبرنت، لو عايز تعمل كومنت في الجافا بتعمل 2 سلاش، تكتب جنبيها اي حاجه اللي انت عايزه. يعني ايه كومنت؟ الكومنت ده اي حاجه انت بتكتبه في الكومنت ده بيبقى زي هنت ليك. مثلا لو انت عندك برنامج مكون من الاف الاكواد، فانت جيت عند كود معين مش فاكر ده بيعمل ايه، فانت بتكتب جنبيه هنت بيعمل ايه. يعني مثلا لو جينا هنا وكتبنا جنبيه هنت ده بيبرنت syntax lab مثلا، فانا كده عرفت ان ده بيطبع syntax lab. فهو ده الكومنت ببساطه. طيب انا عايز اعمل كومنت لكذا سطر ورا بعض، بتعمل سلاش نجمه وبتكتب الكلام اللي انت عايزه. نكتب اي حاجه في سطور كتيره كده، تيجي في الاخر تعكس السلاش نجمه دي تكتب نجمه سلاش، يبقى كده خلصت الكومنت بتاعك. ده ميني لاينز او كذا لاين يعني من الكومنت، وده بيبقى الكومنت واحد. طبعا كل الكلام ده سهل ومفيهوش اي حاجه. تعالى نرجع لموضوعنا ونشوف الفرق ما بين التكست والنمبر. نعمل كومنت ونشوف الفرق. التكست بيتكتب في دبل كوتيشن، اللي هي العلامة دي اللي هي شيفت وحرف الطاء. حتى هنا فوق تلاقيني كتبت syntax lab ما بين دبل كوتيشن، فده تكست. طيب تعال نشوف النمبر لا بتكتبه عادي. النمبر بتكتبه عادي جدا، تكتب 100 عادي. طيب ازاي الكلام ده يتطبق في البرنت؟ تعالى كده نجربه. ادي system.out.println، نشيل دبل كوتيشن دول ونكتب 100 مثلا ونعمل رن. هتلاقي جالك syntax lab وتحتيها تيم عشان دي لين، وتحتيهم 100. او حاجه اسمها تشار. التشار جايه من كلمه كاركتر، ودي بتبقى حرف، ودي بتتكتب ما بين سنجل كوتيشن. يعني ايه حرف؟ يعني انا اقدر جوه العلامتين دول اكتب اي حرف، اكتب واي مثلا. طيب لو كتبت زياده عن الواي يديني ايرور. تعال نجرب. نطلع فوق نكتب system.out.println ونعمل سنجل كوتيشن ونكتب جواها حرف الاي مثلا، فهتلاقيها ما ادالكش ايرور ولا اي حاجه وزي الفل. ليه؟ ده تشار. طيب تعالى كده اكتب جوه السنجل كوتيشن دي حاجه تانية بي مثلا، هيديك ايرور. ليه؟ لان التشار دي بتاخد منك حرف واحد بس. تمام، دلوقتي عرفنا الفرق بين التكست والنمبر والتشار. طيب هل انا اقدر اكتب نمبر جوه تكست والفرق؟ انا اقدر اكتب system.out.println واكتب جواه دبل كوتيشن واكتب جواه رقم 100 مثلا. طالما انت حطيت للكومبايلر دبل كوتيشن يبقى هو فاهم ان اللي جوه ده تكست ايا كان انت كاتب ايه جوه. يعني مثلا تعالى نعمل system.out.print تاني، وتعالى نعمل دبل كوتيشن ونكتب جواه حرف. تقول لي يا عم ده تشار، يعني اقول لك عادي، هو كده اعتبره تكست. تقدر تزود حروف ايوه مش هديك ايرور، بس كده اعتبره ان ده تكست. طيب ايه الفرق ما بين بقى النمبر والتكست؟ لو انا حطيت النمبر جوه تكست او انا استعملت النمبر على اساس انه تكست، تعالى تحت دي كده واكتب system.out.println وتعالى مثلا اجمع 100 زائد واعمل دبل كوتيشن تاني زائد 10 مثلا. تعالى نعمل كل دول كومنت عشان تعمل اسطر كتيره كومنت، اتعلم عليها وتدوس كنترول ظ
واعمل ران. طبع لك ال100. هتقول لي طب كده مفيش فرق، اقول لك لا، تعالى بص بقى اللي تحتيها. هي 100 زائد 10 كام؟ 110 صح؟ هنا طبع لك لا، انا هحط لك ال100 جنبيها ال10. اتعامل على اساس ان ال100 دي سترينج، فعمل لها عمليه دمج مش جمع. في فرق ما بين عمليه الجمع وعمليه الدمج. وعشان نفهم الحوار ده تعالى نعمل تحت السطر بتاع ال100 زائد 10 دي system.out.println. تعالى نجمع ال100 زائد ال10 من غير دبل كوتيشن. تعالى شوف ايه اللي هيحصل واعمل رن. اول مره طبع لك 100 اللي هو السطر ده، تاني مره طبع لك حط لك ال100 بعديها 10 اللي هو السطر، تالت سطر شوف كده عمل لك ايه، عمل لك 110. ليه؟ لان ده قلنا ان ده نمبر وعمليه بلس عمليه جمع، انما اللي فوق ده عمليه دمج. يبقى تكست زائد تكست ده عملية دمج. ايه تاني محتاج تعرفه دلوقتي عن التكست والنمبر؟ اي مصطلح تسمعه مني انه انتجر او انت فده نمبر، وهتعرف ليه نمبر بس مش في الفيديو ده. اول ما تسمع مني ان اللي انا هكتبه ده string، نعمل كومنت string، فتأكد تماما ان اللي انا هكتبه ده تكست. يبقى كده string يعني تكست، انتجر يعني نمبر. وطبعا زي ما قلنا فوق ان التشار معناها حرف. تقول لي هو ده كل ده هيفيدني في ايه؟ اقول لك حاليا كل ده مش هيفيدك في اي حاجه، لكن بعد كده لما ندخل شويه في البرمجه كل كلمه سمعتها مني في الفيديو ده هتفيدك جدا. طيب نفترض انت في جزء وقع منك، اسمع الفيديو تاني. طيب لو في جزء وقع منك وسمعت الفيديو تاني وبرضه ما فهمتوش، احنا طول ما احنا شغالين في الكورس فالحاجات دي انا هكررها بدل مرة 1000 مرة. اللي انت محتاج تطلع من الفيديو ده اللي انا هقوله لك، تعرف ان السترينج معناها تكست، ان الانتجر معناها نمبر، تعرف ان انا لما بجمع تكست زائد تكست يعني دبل كوتيشن زائد دبل كوتيشن زي ال100 زائد ال10 اللي احنا كتبناها هنا، دي اسمها عملية دمج، بتحط الحاجات جنب بعضيها. وان عملية جمع الارقام دي اسمها بلس، عملية الجمع بتاع الرياضة عادي. عشان نفهم الحوار ده اكتر بتاع عملية الدمج تعالى نعمل كل الاسطر دي كده كومنت ونجرب حاجة تانية. تعالى نكتب system.out.println هنا اوت، تعال نكتب هنا syntax مثلا ونجمع عليها لاب ونعمل مسافة هنا كده عشان ما يجوش جنب بعض. تعالى نعمل حط لك syntax لاب، دي عملية الدمج. شوف حطهم لك جنب بعض، فمش معنى انك حطيت جوه الدبل كوتيشن ارقام فمعنى كده انه هيجمعهم، لا هيدمجهم. طبعا انا كررت الكلمة دي اكتر من مرة بس معلومة مهمة جدا جدا جدا. طيب الحاجة اللي بعد كده اللي محتاج تطلع منها من الفيديو ده، انت تحفظ الامر بتاع system.out.println والفرق ما بين اللين والبرنت العادية، ان البرنت لين بتنزل سطر، البرنت العادية ما بتنزلش. واخر معلومة في الفيديو واللي انا لسه هشرحها دلوقتي وهو الفرق ما بين system.out.println فيها دبل كوتيشن ومفيش مسافة في النص، والمعلومة دي أنا قلتها في الفيديو بتاع الإيساي كويستشنز بتاع جافا الفيديو اللي فات على طول، بس هشرحها تاني. ونكتب system.out.println دبل كوتيشن بس في ما بينهم مسافة، وsystem.out.println في ما بينهم سنجل كوتيشن بس مفيش ما بينهم مسافة، وsystem.out.println وتعمل سنجل كوتيشن وفي بينهم مسافة. هتلاقي إن ولا واحدة فيهم ايرور غير السطر اللي هو التالت ده اللي هو سنجل كوتيشن ومفيش ما بينهم مسافة. طيب ليه؟ اطلع فوق كده شوية تلاقي ان الشار بتاخد منك حرف. احب اقول لك ان بالنسبة للكومبايلر المسافة اللي انت بتعملها بالمسطرة دي تعتبر حرف. المعلومة دي مش مهمة غير في السنجل كوتيشن. يعني يعني هنا ادالك ايرور عشان مفيش جوه حاجه، وانا قلت لك ان السنجل كوتيشن بتاخد حرف، لازم تاخد حرف، يعني ما ينفعش زي دبل كوتيشن ما تاخدش حاجه، لازم تاخد حرف. تعالى كده على السطر اللي بعديه اللي هو واخده حرف، واخده مسافه واحده، هو المسافه بالنسبه للكومبايلر حرف. تعالى على المسافه كده تانية، ندوس كده مسطره اديك ايرور. ليه؟ لان السنجل كوتيشن بتاخد تشار، بتاخد حرف واحد، فعلشان كده هديك ايرور لو عملت دبل سبيس، لو عملت وان سبيس عادي جدا. طبعا الدبل كوتيشن لو عملت 1000 سبيس مش هيديك اي حاجه، لان الدبل كوتيشن قلت لك تكست والتكست بياخد عدد لا نهائي من الحروف وبس. ده كان ببساطه البرنت والتريكات بتاعت البرنت. ولو عندك اي استفسار او حاجه ما فهمتهاش وعايز تسأل فيها هتلاقي رقم الواتس في الديسكريبشن تحت. يا رب يكون الفيديو سهل، اشوفكم على خير، سلام.